بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايبي؟ كويسين؟ كل عام وانتم بخير وفي أحلى وفي أحسن شف الدنيا. أخواتي حبايبي، مسيحيين مسلمين، اللهم آمين. ربنا يسعدنا ويسعدكم. طب بصوا ايه الجمال ده. انا اصلا بصوا حتى انا عارفة يعني يوم شم النسيم ده مش هنلقى بصل اخضر، فانا زرعت اليوم شم النسيم. وبألف هنا وشفا على الله يشوفوا على ياك. تعال تفضلوا معايا تنوروني وتشرفوني يا احلى حبايبي واحلى اخوات ليا في الدنيا. اهم شيء انا عشان نرتاح كده والدنيا حواليا تروق، اللي حواليا دول عاوزين ياكلوني واكل دول. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شفتوا؟ الحمد لله، نعمة ورضا. الحمد لله. لما يكون عندك دولة في بيتك دولة نعمة، وقول الحمد لله. نعمة والحمد لله. يعني ايه، جنب فول، جنب طماطم، جنب خيار، اي حاجة نعمة في بيتك. على كده بطماطم عملتيه بأي وصفة بأي طريقة حلوة، نعمة. ده خير في البيت يا جماعة، خير هو والعيش نعمة ورضا. يا رب يديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال، اللهم آمين. طب ليه هنكب بلا مية؟ عشان ايه؟ يلينوا لما نجي نقلع دلوقتي عشان الغدا، يعني ما يتقطعش معايا الراس ويبقى ايه جدر تحت كده. تمام. وادي العيش طبعا، ما مش مستنين بتاع العيش. عندي عيش انا في الفريزر طلعته، مش بس حطوه في الشمس يرجع زي ما هو، وبألف هنا وشفا. وادي قعدتنا الحلوة البسيطة اللي احنا نقعدوها مع بعضنا، نشم النسيم في بيتنا، نعمة ورضا والحمد لله. وكل واحد براحته، اللي عاوز يطلع يا جماعة يطلع، واللي عاوز في بيته في بيته. في بيته نعمة وسترة، ان تقعدي بردي بس براحته. اللي عاوز يطلع يطلع يعني. انا مفضل البيت، انا مفضل البيت. من يوم الدنيا الغدا تغديتش عند حد، في بيتي. واحد يقعد في بيته يرتاح ويبقى مريح براحته، مفضفض على نفسه وتمام وزي الفل. ترتاحي تمدد شوية، شغل مروحتك، الجو حلو بس هو، والحمد لله. ما يعني تكييفات متهيألي محدش شغل، بس لغاية دلقي ماشية حلو، بس أيام ما كانت حر يمكن حد شغل. الحمد لله. طبعا ايه ده مش هيشبع ولا هيبطل. قدمت مش حبساء وهتديه. لا هو يحب قاعد لما يكون انا طبخة فوق ليه نديه، يعني نبص عليه كل اللي في ايدي نديه. مثلا بدل ما هنخلط بصلتين نخلط 3، البصلة الثالثة دي نقطعها قطع ونرميها له. فهو يحب قعدتنا فوق معاه كده. والطير هيفهم والطير عارف، سبحان الله. للمعاد اللي ما نطلعوش فيه اساسا، الديك يطلع على الحيطه وينزل لتحت ويقعد يكاكي تحت يرج البيت رج. لما نقول له طب اطلع قدامنا واحنا جايين وراك، ايش اطلع؟ وفعلا يديهن 4 مكاكات كاك 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 ونطلع وراه. طبعا احنا على بال ما الزيت يتقدح، طبعا زي ما شايفين هنقلي بطاطس. نقطع الجوافة. وظاهرة كتير السنة دي يا جماعة، زيادة على اللزوم يعني. أنا نعرف هيكون بسيطة، لا المرة دي وهيكون على فكرة بسيطة وصغيرة خالص، يعني صغيرة زي حاجات اللي هتسقط دي. لكن لا، دي جاية وبكسرة، والوحدة بسم الله ما شاء الله. ال4 كيلو، ال4 قطعات كيلو وال5 كيلو. لا جاية بسم الله ما شاء الله. السنة دي شايفة فيها جمد رهيب كده كبير. بألف هنا وشفا ومعسلة، فعلا معسلة وبألف هنا وشفا. طبعا حتاكلوا ملوحة، لازم يكون ايه الحلويات الفواكه. والواحد برضه يخلي باله يا جماعة، مش متحمل يعني. وفي ناس انا عندي في البيت كله يعشقها، بس انا اريدها، بس نخاف نعمل حساب يكون في حاجات حواليها عشان
يغمس من هنا ويغمس من هنا ويغمس من هنا وهكذا لغاية ما يشبع. وبألف هنا وشفا. ايه رأيكم في ايه الجو؟ بس الحمد لله الحمد لله، يوم شم النسيم واليوم اللي قبله لكن هوا صاقع وحلو جميل. بس طبعا على الساعة 2 يوم شم النسيم كانت لا شوية، بس مش زي الأيام الصيف. هو كده كده يلف وهيلف على فكرة، وهيجي في الشتاء. اه كده الحمد لله نعمة. الحمد لله نعمة. وانت اخباركم كويسين؟ يا رب يكونوا بخير وهنا وسعادة، اللهم امين. طبعا انا مطلعة من فوق من الفروج، يعني الفروج هيبهدلني. وعشان على فكرة انتوا شايفيني انا وحدي، انا مش وحدي، في اللي ورايا اللي هيحرس هو ربنا الحارس، بس اللي هيحرس لا ما قادرينش على الطير بصراحة. وقاعدة حلوة الصراحة وحلوة صح، بس على التعب اللي شفته لا احسن تحت الطيور لما عليا مش مشبعها، والله العظيم مشبعها. نفس القول ده يقول ابو غادة انت لو مشبعها، ويحط وبعد كده شاف بنفسه قال والله انت عاوز يحط لك ناس كده وحتقطعها تاكلها. اي حاجة نرميها بعيد عشان يبعد مني، بس لا هو جاي اقول له ايش كده، قلت له هش زي كلها يتلم، يعني في ايه في حاجة. قلت هش، بس هو يشوف العصاية يتجن يبعد بعيد. طب انا عصاية فايقة مثلا، طب هذا الوقت شغالة نقطع في الخيار. الخيار عندنا ب20 نزل يا جماعة، كان النص ب20، دلوقتي بقي لا مش النص، بقي الكيلو ب20. أنا الصراحة أخذت لها، طلعت حاجات فجأة كده ولا على البال ولا على الخاطر. الطماطم لما كانت ب50 و60 والخيار كان ب40، وقولي تاخد الطماطم بأي وضع كان، لكن الخيار مش مجبورة عليه. أصلا فيش حاجة مش هتدخل فيها الطماطم. لا هي نزلت، بس نزلت هي 35 بس حلوة، بس ما نقدروش ما ناكلوهاش. وبالذات في اليوم ده لازم الواحد حاوز حاجات زي كده، خيار وطماطم وترطب شوية على الواحد عشان الملوحة. والملوحة على فكرة احنا محطناش ملوحة صافية، لا طبعا ملوحة مضروبة في الخلاط. يعني هو ملوحة ايه يعني، في سيخة كبيرة واتخلت واتحطت في الخلاط، وتحط ليها يعني نص كوباية ليمون، تحطوا 3 كوبايات خل، تحطوا نسبة كبيرة كبيرة خل طحينة، كلها طحينة، ونسبة بسيطة من الزيت كمان عشان الزيت الواحد ده زيت، بس كلها يعني معظمها ليمون وطحينة. قضية ايه رأيكم في البصل ده؟ انا اللي مخلياه للملوحة، وتضربيها في الخلاط وتحط كل توابلك بألف هنا وشفا، ولا فيها مالحة ولا فيها زفارة ولا الكلام ده، فيش الكلام ده. طبعا كلهن هنقلعهن، فيا كده تمام التمام. بارك الله فيكم. كنت بدري نزرع كتير كتير السنة دي، ليه أنا مش عارفة، ما خدتش بالي خالص. ليه ما خدتش بالي خالص؟ اتعلم الحمام يروح ياكل الزرع، نعرف الزرع، الطيور الفارة دي والزرازير، بس الجوع الطيور يا جماعة، الطيور جوعها خلاها تاكل أي حاجة. والحمد لله الحمد لله نعمة ورضا.
دي عملت فينا اللي ما يتعمل، عاوزة تبيض في المطرح ده اللي ما يتعمل، عملتها فينا الفروجة دي. تقلب أي حاجة، تقلب عشان عاوزة توصل للمطرح ده. كل المطارح مريحة، في الأرض لا، في الأرض لا. وخلت الفروج يمشي وراها برضه ويطلع فوق الفرن ويبيض زيها فوق الفرن. لما نلقى البيض يعني بصوا فيه بيض مكسور، بس القشرة ما فيش، ملامح ما فيش، بس باصة لاقية فيه السايل بتاع البيض، نعرف فيها حتة صفار، نعرف. طب ايه كسر ايه كلا، الله اعلم. بس عشان الجو مش هنقعد النهار كله فوق، هنقعد يعني هننزل بعد الظهر، بس من بعد الظهر ورايح انا ما شايفاش حاجة تاني، انا نروح على بعد العصر. هو في فئران، نجمة الفئران، شوية خس حلوين كده بيض زي الفل. تعال خلنا ايه نقطع ونديك، خلنا نقول لك ده انا ماشي وراي تحت الترابيزة وفوق الفرن، انا حاسة نفسي انا الايه قاعدة واحدة خايفة منهم. الحمد لله، نعمة والحمد لله. على فكرة ده نعمة في البيت، الطيور وده خير، وتلقى بيض الحمد لله. تلقى عاوزة تذبحي طبعا نفسك، تذبحي حاجة عجبتك وتقول عاوزة نعمل عليها كذا، عاوزة نعمل فطيرة، عاوزة نعمل حاجة. نعمة والحمد لله. رحت عاوزة تبدلي مثلا النهاردة، لا بدل ما النهاردة حنطبخ لحمة احنا نذبح طير، نفسنا في لحمته يعني. في نعمة والحمد لله. كل حاجة في البيت نعمة. مش مكترة، لكن نجيب على كد اللي أنا عاوزاه، ولو خدت مني برضي نجيب بداله لما نلقى الحكاوة شطبت. بس إن مكترة أنا مش مكترة، عشان إيه يعني نعيش هم مصاريفها، فاهمين الحتة دي؟ يبقى إيه يكتفي باللي أنا عم حطاله وحاجات البيت بس. طبعا في الهوا اللي عدى كان عندنا هوا فظيع الأيام اللي عدت. طبعا فرر السطح باللي فوق السطح، خلى كل ما السطحية بس من وسطنا، لكن في الجناب كله اللي مسطحين بيه فر، فعاوزين نعيده تاني. حطوا لها كل اللي عنديكم. والخضرة عشان الحشيش اللي هنجيبه عاوز خضرة تعود على كده، هو والحمام. وانا هنقص للحمام معاه هياكل، يعني هياكل الحمام خضرة، هياكل. مال الزراعة شغال ينخر في الأراضي في الزراعة حاجات. والله احنا الحمام نعرفوه ما ياكلش الخضرة، لكن هنا دلوقتي هياكل من الجوع. لا انا مشبعة بس هياكل. بس برد الشمس هادية، يعني على الجو الصاقع البارد وفي هوا بارد، لا الجو حلو يعني. شوية بسيطة يجيك يوم كده يحسسك في صيف، يرجع اسبوع تلقاه يجيب لك الشتاء، جو مش مستقر. هذا الطليعة يفرح بقعدتي جنبه عشان عم بطلش ندفي. ده انا اترحم، ده كان ابو غادة من الفجر يجي من صلاة الفجر من الجامع يطلع يدي، خلاه كد كده عاد بقيش يبيض خالص. لما انا قلت له شيل ايدك ليك الصلح بوكله،
وجبت له علاج حتى مات. يلا خليكم حرصين، بحصيكم. حدش باين بس العصاية باينة. تعال تفضلوا معانا، وكل سنة وانتم طيبين وفي أحلى وفي أحسن شفا الدنيا. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يرضى عنينا وعنكم وعن كل حبايبي وعن كل اللي سمعني. هاي مخلوطة ومنظفة ومعدلة وحاطينها في التلاجة وفي الكيس، عشان طبعا ريحتها ولا تلقط ولا اللي حواليها يلقط منيها. ونفتحها وحنحطها قدامكم بألف هنا وشفا. كده زي الفل، بألف هنا وشفا. على فكرة يا جماعة، مش لما يفضل منيكم ما تكبوهاش في الحوض، لا. انا هنديها للطير، الطير هيبقى زي الفل عليها، مش هيعيا ولا يجي ولا حاجة، وتخليه يشرب مية كتيرة وزي الفل. وعلاج على فكرة، ليه؟ كلها ليمون، ليمون، خل، طحينة. وحطيت ليمون تاني زيادة، وهنحط خل تاني زيادة على ما خلطها فيه، عشان ما تتضربش في الخلاط. لو لما يكون حاطين لها السوائل كتيرة، عشان تمشي السكاكين بتاعت الخلاط. كده زي الفل، وتاكليها يعني زي حاجة، ولا مالحة جامد ولا عاد، ما يعني وسط كده حلوة. حدش متحمل الضغط اللي عنده يتحمل اكتر من كده. وبرضه شغالة على الليمون وحط لها ليمون. لا، اللي حواليا يقولوا طب انت خلتهاش اصلا فيها ريحة ملوحة ولا ملوحة، هتوكلينا ايه تاني عشان ما تتعبوش. كل واحد ونفسه. في ناس تفتح الفسيخة وتاكلها كده على طول بألف هنا وشفا على قلوبهم. بس برضه حدش متحمل، حدش. واللي متحمل بألف هنا وشفا. ايه رأيكم في القعدة دي؟ لا نحط الحلو، خلي أهم شي الحلو. وهي ألف هنا وشفا. ونحط البصل ونحط الخس، كل الحطيات اللي حطاها دي. نقول عشان ترطب على الواحد. وبصل تاني، وبرضه حاطة جنب احتياطي دوت الخس. وهات السبرايت لازم، عشان ما حد يقول انا ناظر ولا ما ناظرش، كبست عليا ولا كبستش. والدلسي، احلى دلسي تاكلوه بألف هنا وشفا. تمام، بألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين وفي أحلى وفي أحسن شفا الدنيا يا حبايبي. كده تمام. ده ثلج صافي يعني. أنا كتر خير اللي شغالة فيه وبعدين قلت يا جماعة الشديد خذ يحط. لا بس دلسي زي العسل.
ولما يقول انت خلتيش فيها ملوحة، انت خلتي فيها ايه، دي كلها حاجات حلوة، كلها مش عارفة ايه. قلت لهم كده احسن عشان ما حدش يتعب، قلت اللي تعبان احنا مش تعبانين، يلا. الحمد لله الحمد لله. تعالي يا فراولة جنبي. والمن فوق ده سوداني. لا دولسي احلى دولسي تاكلوه، وبألف هنا وشفا. مش راضي يتكسر يا جماعة، نعمل ايه طيب يا جماعة. قلت لهم من هنا لغاية بالليل كلكم اشتغلوا في الحلو، في الحلو والحياة الصاقعة الباردة. لا ما تقوفريش. لا ما تقوفريش. قولوا لي، اكتبوا لي في التعليقات رحتوا وين وقضيتوا مع مين، في البيت ولا برا. لو طلعتوا برا انا زعلانة منيكم عشان انتوا ما عزمتونيش. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، حلو زي العسل، بألف هنا وشفا. وانا طبعا تقولي انا بنت هتقولي انا ما نحبش نطلع، هتقولي ايه لا هتقولي ده. يعني هنعمل ايه طيب عشان نتكلم معاه.